السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي الاخوان. اليوم غادي نهضروا على واحد الفيديو اللي قال فيه شمس الدين. هذا واحد الشيخ جزائري معروف. شنو قال على الفرحة ديال المغاربة اللي ربحوا، وفاش ربحوا كيسجدوا امام الله سبحانه وتعالى وكيحمدوا الله عليه. خليكم معايا نشوفوا شنو كيقول. وصلتنا رسالة شيخنا تقول: بمناسبة مونديال قطر كثر السؤال حول سجود اللاعبين بعد التهديف، بعد أن يسجلوا أهدافا في المرمى، وهناك يقول السائل: من حرم ذلك وبدعهم؟ شيخنا ما رأيكم أنتم بهذه الظاهرة؟ جميل جدا والله. أولا يعني نحن نفرح ونسعد ونشكر كل الذين نجحوا في هذا المونديال التي يشرف عليها بلد مسلم ويشرف عليها العرب، والأخبار كلها تسر وكلها مفرحة والحمد لله. أولا من بدع هؤلاء اللاعبين فقد أخطأ يا سيدي. هذا لاعب مسلم لما يسجل هدفا يمتلكه شعور رائع جدا، فهو يريد أن يعبر عن فرحه. النصراني يعبر بالإشارة إلى الصليب، المسلم بماذا يعبر؟ يعبر عن أقدس شيء عنده، وهو أن يسجد لله. لا آية تحرمها، لا حديث يحرمها، لا صحابي يحرم السجود لله. هذا سجود فرح، سجود فرح. وأنا تعجبت أني سمعت يعني أحدهم ممن يبدع هذا السجود يقول: يشترط أن يكونوا على وضوء وأن يستقبلوا القبلة. يا سيدي أنت تتحدث عن الصلاة، إذا أشترط أيضا أن يفتتحوها بالتكبير. عن سحرة فرعون: فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، في سورة طه الآية 70. فألقي السحرة سجدا، هل سجدوا وهم على وضوء؟ مستحيل، لأنهم كانوا منذ لحظات كانوا على كفرهم. فمن يشترط الوضوء؟ أنا لا أدري من أين جاء بهذا الشرط. اسمع إلى قول الله تعالى في قصة سيدنا يوسف عليه السلام: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. سجود تحية، سجود فرح، سجود نعمة، سجود اعتراف. هناك من اللاعبين لما يسجل يشعر بعلو وبرفعة، فيريد أن يحطم ذلك العلو في نفسه وذلك الغرور في نفسه، يحطمه بالسجود لله. جميل، هذا المعنى شيء جميل. يعني علينا أن نشكرهم وأن نشجعهم. هذا إنسان مسلم يعتز بإسلامه ويتذكر الله عند انتصاره وعند تسجيله وعند فرحه، ويريد لكل هذا العالم أن يراه ساجدا لله. يعني الذي يقول بحرمة هذا أو يقول أنه من البدع المنكرة، أدعو الله لهؤلاء أن يبصرهم بحقيقة الفقه. الفقه هو نصوص ثابتة عن الله وعن رسوله. جميل. الحرام ما حرمه الله وحرمه رسوله. لا حرام على المسلم أن يسجد. الشافعي يرى جواز سجود الشكر، أبو حنيفة يرى ذلك، نعم. الإمام الشافعي يرى ذلك، الإمام مالك لا يرى سجودا يسمى سجود الشكر، لأن الإمام مالك كان يقول ليس هناك أعظم من الإسلام، ولم يثبت أن كلما أسلم مسلم كان النبي يقول له عليك أن تسجد سجود الشكر. نعم. فكان الناس يسلمون ولا يسجدون سجود الشكر. ولكن الإمام مالك رضي الله عنه لم يتحدث إطلاقا عن سجود الفرح. يا سيدي لا يشترط في الملعب. رجل نجح في امتحان فسجد، رجل جاءه خبر مفرح فسجد، رجل أطلق سراحه من السجن فسجد، رجل وصل إلى بلد كان يحلم بها كالعمرة أو الحج فسجد. أنا سلمت باسبور يعني رخصة سفر، نعم، تاع الحج، يعني أهداني أحدهم جواز سفر للحج، نعم، فأهديته لرجل فنزل ساجدا شكرا لله على هذه النعمة وذهب إلى الحج. جميل. شيخنا لا أرى، أعوذ بالله أن نقول للاعب يسجد لله في الملعب نقول قد ابتدع بدعة. لا يا سيدي، هو إحدى الفتاوى شيخنا ولا شيء عليه، ويعطى بحسب نيته ويؤجر على نيته.